يوميا. واش كاينين الناس كيبداو من الصفر بلا ورث وبلا مساعده، ومن بعد سنوات قليله كتلقاهم حققوا استقلال مالي. واش هي ضربة حظ؟ واش كاين شي سر مخبي؟ اليوم هنحلو واحد من اقوى الفيديوهات اللي هضرت على طريق الثروه. هنحيدوا الاقنعه على الاوهام اللي كتقال على الفلوس، ونعطيك خطه علميه اللي تقدر تبداها وانت في المغرب. هذا الفيديو ماشي تحفيزي فقط، هذا الفيديو مرفعة ضد الحجارة. أنا الدابوس، وإلا كنتي كتواجد تغيير عقلية ديال الدفاع الهجوم، كمل معايا هذا الفيديو. ما تنساش دير معاك واحد لايك واحد سبسكرايب، بارطاجي الفيديو ماكسيموم ديال البارطاج. ما تنساش تناقش معايا الموضوع في التعليق. هذا الفيديو جديد هتستافد منه بزاف. ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو. اكبر عائق بينك وبين النجاح ماشي هو نقص الفلوس، بل هو الخوف من الخساره. اغلبيه ديالنا تربى على ديال الثقافه القناع بالقليل. قنع بالقليل صاحبي وزير الدبلوم وخدم في الدوله. هاد العقليه هي اللي كنسميوها خطه الدفاع. عقلوا عليها مزيان. خطه الدفاع تخيل معايا فرقه ديال الكره لعبة 90 دقيقة غير باش ما تماركاش عليها، واش غتربح؟ مستحيل. هكا كيديروا بزاف ديال الشباب المغربي، كيهربوا من المغامرة حيت خايف يخسر 2000 درهم او 3000 درهم، وخايف من الكلام ديال الناس. ولكن الحقيقة هي اكبر خسارة هي انك تبقى في بلاصتك وانت عارف اللي عندك قدرة كبيرة باش توصل في داك البروجي او في داك المجال. والنجاح كيجي ملي ما كتلقاش الاستعداد مع الفرصه. في الفيديو ديال اوساجي هضر على برنامج مليونير المتخفي. هاد الناس كيحطوهم في ظروف قاسيه ومع ذلك كيديروا الفلوس. علاش؟ حيت هما ماكينات ديال المحاولات، كيخسروا كيعاود يحاولوا، كيخسروا يعاودوا تاني. وإلا جربتي مشروع وفشلتي راه ماشي نهاية العالم. هذه التسمية ديال الاستثمار في التجربة. الاستمرارية هي اللي كتخليك في الميدان حتى كيجيك هذاك الزهر اللي كيهضروا عليه بزاف ديال الناس. في 2026 ما بقاتش مقبولة تقول ما عنديش كابيتال. التجارة في الواقع زوينة ولكن كتبقى محدودة بالحي او المدينه اللي كتعيش فيها. بما ان الانترنت كيعطيك ملايين ديال الزبناء بضغطة زر، سواء كنتي كتصيب محتوى ولا كتبيع وتشري في اي كوميرس، ولا عندك مهارة تقنية قوية، هتكون عندك القدرة ديال التوسع في الانترنت. وإلا عندك حانوت كتسنى الناس يجيو عندك. واحد النصيحة ذهبية، انت هو متوسط ديال 5 الناس اللي متبعهم في انستغرام او لا يوتيوب او لا تيك توك. وإلا كنتي متابع الضحك الباسل والمشاكل الخاوية، عقلك هيتبرمج على الضحك والمشاكل فقط. وإلا كنتي كتتبع الناس الواصلين، سمعتي القصص النجاح وتفرجتي فيديوهات بحال العقل ديالك الباطن كوصل ليه الفكرة ديال النجاح وما بقاش غيشوف العقبات ولا المشاكل اللي هيلقى في داك البروجي، وغيتغير مع مرور الوقت. في الاخر بغيت نقول لك بلي طريق الثروه ماشي مفرشه بالورد، ولكن نجيلو في منطقه الفقر اصعب بالالاف مرة. الوقت كتغلى والتضخم كياكل كلشي، والحل الواحد هي تولي ماكينه ديال الفلوس بطرق قانونيه ومبادئ واضحه. انا الدابوس وكنحاول نشارك معكم هذه الرحله حيت مآمن باللي الشباب المغربي عنده طاقه كبيره باش يدير بزاف ديال الحوايج. شنو هو اول مشروع فكرتي ديرو؟ كتبوا لي في الكومونتير وشنو المشاكل اللي لقيتي فيه.